ماتش الترجي اللي جاي ده اهم ماتش في الموسم حرفيا. انت لو كسبته هنعدي الترجي وهنقدر ناخد الدوري ونكسب 6 ماتشات بتوع الدوري. وللاسف لو خسرنا الماتش ده الفرقه دي هتخش في دوامه، هتخش في نفق ما يعلم به ربنا، مش عارفين نهايته هتبقى شكلها ايه. اللي عايز اقوله كفايه جلد في اللعيبه، كفايه جلد في اللعيبه. انتقدنا اللعيبه كتير من الماتشات بتاعت الدوري وماتش الجيش الملكي ومسكين اللعيبه نقد لما خلاص اللعيبه وصلت لمرحله خلاص واحنا كجمهور قلنا كل اللي احنا عايزينه، قلنا كل حاجه ووصلنا كل اللي عايزينه بكل الصور بكل الشكل بكل اشكال النقد وصلناها. هتقول لي اللعيبه مقصره، هقول لك ايوه اللعيبه مقصره واللعيبه نفسها عارفه ان هي مقصره. اللعيبه جوه الملعب بتبقى عارفه ان هي مقصره، واللعيب وهو طالع في من الملعب بيبقى عارف ان هو عامل ماتش النهارده حلو ولا عامل ماتش وحش ولا ادى كويس ولا ما اداش كويس ولا ايه مشكلته بالظبط في الملعب. فبيبقى طالع عارف ده، بيطلع يلاقي نقد من الجمهور، نقد شديد قوي على قد دعم الجمهور، فاللعيب بيلاقي نقد. فاللعيبه دلوقتي مشكلتها بقت نفسيه، اللعيبه بقى دلوقتي عندها مشكله نفسيه لعدم ثقه. اللعيبه بقت عارفه ان الجمهور مش واثق فيها، ودي مشكله. انه عارف انه مهما عمل الجمهور هيزوم عليه وهينتقده. اللعيبه وصلت لمرحله ان هي مش واثقه في نفسها اصلا، اللعيبه نازله في الملعب مش واثقه في امكانياتها. ده دور مدرب، ده دور المدرب ومشكله مدرب، بس مش هنروح لها دلوقتي، مش وقتها. خلاص انت مضطر تكمل الفرقه الموسم بتاعك بالمدرب ده، فسيبك من دور المدرب، نعمله احنا اللي نرجع الثقه للعيبه بتاعتنا، احنا اللي ندعمهم ونقلب المعادله. غير المعادله، اقلب نقطه من اول السطر. كفايه نقد، كفايه جلد في اللعيبه، ندعم اللعيبه الفتره الجايه يلاقوا دعم من الجمهور. مفيش جمهور في ماتش الترجي للاسف. الجمهور لو كان راح الملعب هو ده الشراره اللي هتولع الروح جوه اللعيبه، هو اللي هترجع ثقه اللعيبه في نفسها من تاني. بس مفيش جمهور، فنقدر نعمل ده على السوشيال ميديا. ادعم اللعيبه على السوشيال ميديا، حتى لو هنعمل هاشتاج اللعيبه بتشوف كل حاجه وكل حاجه بتوصل للعيبه. ايوه اللعيبه بيوصل لها كل حاجه واللعيبه بتشوف كل حاجه. الدعم الجلد ده نقلبه دعم، اقلب الجلد والنقد ده لدعم. زي ما انت بتحط كل تفكيرك وكل بوستاتك وكل كلامك وكل الهاشتاجات في الجلد للعيبه، نقلبها دعم. ليه لا؟ ندي اللعيبه روح من تاني، ندي اللعيبه، نحسس اللعيبه ان في ثقه فيهم، نحسس اللعيبه ان احنا وراهم لغايه اخر دقيقه في ماتش الترجي اللي جاي ان شاء الله، ونقدر نكسب وقادرين نكسب. ده ماتش 1-0 يعني. انت الاهلي دي نتائج طبيعيه بين الاهلي والترجي، تخسر هناك واحد تيجي هناك تكسبهم، فانت ما خسرتش فرق سكور عشان يبقى نهد الفرقه ونهد الموسم. اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا بنهد الموسم مش بنهد الفرقه. انت بتضيع الموسم، حرفيا بنضيع الموسم وبنبوظ كل حاجه. مفيش جمهور في المدرج، السوشيال ميديا تبقى المدرج، السوشيال ميديا بتاعتك بقوتها تبقى هي المدرج عن طريق هاشتاج. الاداره ليه ما تفتحش المدرج في تمرين قبل الماتش؟ ليه لا؟ عن طريق شركه تذكرتي وتبقى بتذاكر وكل واحد يروح بالفان اي دي بتاعه، معروفه مين اللي داخل ومين اللي طالع. حتى لو دخلت 2003 ليه لا؟ بلاش 5000 ولا 10000، دخل 2003 بس ويكون يروح بالاي دي بتاعه وتبقى عارف مين داخل ومين طالع. ليه لا؟ فكره تبقى حلوه. الجمهور ده قادر يولع النار جوه اللعيبه من تاني، تخلي اللعيبه تموت نفسها في الملعب تاني. الخلاصه ده ماتش الموسم، لو كملنا في النقد وكملنا في السكه دي هنضيع الموسم. احنا مش هنضيع ماتش، هتضيع الموسم كله، هتضيع افريقيا وهتضيع اللي جاي من الدوري كمان. الماتش ده اهم ماتش في الموسم، لازم ندعم اللعيبه، نقف في ظهرهم، ندعمهم صح عشان نقدر نعدي ماتش الترجي. ولو عدينا الترجي انا اقول لك عدينا الترجي هنعدي صن داونز، وبعون الله نكسب 6 ماتشات بتاعه الدوري وناخد الدوري ان شاء الله. والموسم بدل ما هو كان رايح في خبر كان هنرجع باذن الله ابطال الدوري وابطال افريقيا، بس بدعم الجمهور لغايه لما نعدي الفتره الحرجه دي. وبعد ما نخلص الموسم يا عم بقى نشوف نحلها، اللي يحلها حلال بقى مع الاداره مع المدرب مع اللعيبه، نتصرف بقى. بس مش وقت جلد، كفايه جلد وكفايه نقد بقى، كفايه.